الاخوان بعد داك الشيء اللي داروا الكراغ على الجيش الملكي، الجمهور الكرغولي اللي دار الجيش الملكي، انا ما غاديش نرد عليهم، ولكن غنخلي واحد ولد بلادهم جزائري هو اللي غادي يرد عليهم. والاخوان بالمناسبه كاع اللي كيشوف شي قناه جزائريه دير لها مقاطعه، اخوان قاطعوهم، قاطعوا الجزائريين، راه حنا اللي كنكبروا لهم، فهمتوا؟ كنكبروا لهم الزماحه وكنطلعوهم، خليهم ما يشوف فيهم حتى شي واحد. اخوان بالعكس حنا ندعموا ولاد بلادنا، نتعاونوا بيناتنا، حنا اللي خصنا هذا الشيء هذا يوصل. هما راه كيكذبوا في الاعلام ديالهم، غير الكذوب في الاعلام ديالهم، ما كيبينوا حتى شي حاجه من الواقع. بالعكس حنا اللي خصنا ندعموا بعضياتنا، المغاربه، المغربي خصو يدعم مغربي ويدفع بود بلادو. اش دالنا حنا لشي عوازه ندعموا العوازه وندعموا الكراغله؟ بالعكس ندعموا بعضياتنا. اخوان نخليكم مع الفيديو. هذا اللي قلت لكم هذه شحال خارج من السبيطار. معليش انا نوجه نداء لشباب القبائل اللي هو انا نقول لهم جياسكا بالكم الحاكم الرواندي هذا، اذا شفتوا بالكم عندك معطيات استنى يخليني نهضر. اذا شفتوا نتوما التحكيم هذا فيه كولاسه وكذا وظلم، انسحبوا كيما المنتخب السنغالي اثناء المباراه دخلوا الفيستيار، ومن بعد حتى التريقله الحاله عاودوا خرجوا. لا هذيك 60 درك هذا اللي خارج من السبيطار وقلتها لكم هذه شحال. والله شوف المغاربه غادي نقول لكم واحد الحاجه، ما تعاودوش تكومونتيو لهم وما تشوفوش كاع فيهم، خليوهم اصاحبي يشوفوا فيهم 1000 2000، لانه هذا الانسان هذا خارج من السبيطار. انا شحال انا سمعت فيه وما بغيتش ندور فيه، لانه شفتو مريض نفسانيا، مريض معقد مريض. واش هذا الانسان يقول هذا الكلام الخطير ويهدد على فريق الجيش الملكي اللي راه العامه شباب القبائل، راه حتى الجمهور الا سمعات ديالنا والقبائل ديالنا راهم ردوا عليه، شباب القبائل ردوا عليه. انسان مرضي، عرفت مسكين بغى يدمر شباب القبائل يدمرها. هذا صحاب له درك ولات سايبه، هو مازال ما شافش العقوبات اللي غادي يعطيهم للسنغال، اللي غادي يهلكوها عقوبات. غادي نولي نهضر عليها. هذا الانسان مريض نفساني والله الا مريض. راه خرج بواحد الفيديو اخر قال لهم المغرب غادي يعاودوا الماتش. صاحبك راك بحالك انت المغرب مدور لا فيك. المغرب ما عندهمش مشاكره وبحالك انت، المغرب ماشي مهابيل، عندهم مشاكره وعندهم بحالك انت اللي يبقاو يجريو امور الماتش يتعاود. انت هو اللي تجري امور الماتش. انا ما بغيتش نحط الفيديو ديالو، انتم راكم شفتوه، قال لهم الماتش غادي يتعاود في كوتيفوار. انسان مرضي، انسان بوهالي، هذا بوهالي والله الا مريض، والله الا خاصهم يتعالجوا. اقسم لك بالله العلي العظيم الا اكبرهم ناس مرض. هاد الصحفيين كاع اللي راهم في هاد الكوار عندنا انا ما نبغيش نهضر عليهم لانهم مرض. وزيد حاجه اللي غادي ندد عليها، علاش هذاك الصحفي مسكين ديال اللي يمشي مع البعثه ديال الجيش الملكي وقفتوه؟ علاش؟ يعني حتى الجيش الملكي خاصها دير رد بالمثل درك ولا كيفاش؟ يعني ما فهمتش هاد العقليه اللي ولينا فيها. مساكين توقفوا لهم الصحفي يتبلعوا عليه، لا ما تمشيش، لا راه محقه. وهذا خص اجراء، هذا يصيفطوه لاكاف. يعني عام دخلنا في واحد الحيط، والله القسم دخلنا في واحد الحيط تبهديله، والله الا ولينا تبهديل، ولينا في كارثه. تجيب لك مهابيل بحال هذا، تجيب لك ما فهمتش كاع، ولا اي مهبول يهضر في الكوره، اي مريض نفساني يهضر في الكوره. حفيظ الدراجي حاط قبيله تويته زعما راني الكاف علاش ما عاقبتش، او يصفعوا جواد باده. ديها في راسك اصاحبي، ومالك مقروز، مالك المغرب معقدك، مالك المغرب معقدك. هاد الدراج راه نقسم لك بالله العلي العظيم هذا العام في شهر 6 الا غادي تولي فضيحه القرن. وعقل على كلمتي، انا قسمت لك بالله غادي في كاس العالم، هذه كاس العالم اللي جايه غادي تشوهوا كاملين اللي تحامتوا على المغرب، غادي تشوهوا كاملين، لانه المغرب غادي يكون في قمه، وغادي تشوف في النهائي، تشوف النشيد المغربي في وسط النهائي ويديو اللقب في النهائي. وروح انت هضر على تما وحل فمك بالشكوره، الشعب كامل غادي يدور فيك. ونتمنى من الشعب المغربي يدعم جواد باده. دخلوا ديروا ابوني لجواد باده، دخلوا ديروا ابوني لشيبو، دخلوا ديروا ابوني للصفحات الصفحات المغربيه، عطيوها ابوني باش توصل للمليون، 2 ملايين، 10 ملايين، حتى هي باش تقدر تضرب بنادم بحال هذا. عاونوا ديالكم، لانه انسان بحال هذا تافهين مرضي. علاش ما تقدروش تهضروا على غيليزيان؟ علاش ما تقدروش تهضروا على الفيضان اللي في غيليزيان؟ ولا تجي تهضر في الدراجي غير الشكل ديالك؟ هضر على الفيضان اللي في غيليزيان، اللي الناس غرقت، الناس ما عندهاش ديور، الناس تبات في العراء، راهم يباتوا في غيليزيان في العراء. علاش ما تقدروش تهضروا عليهم؟ ولكن تهضر لي غير على الكره وحاضر السنغال لينا ومازال ما خلصتوا. ها هو جاود بدا رد عليك بالصحيح. علاش اصاحبي دايرين هكا؟ علاش تكون براش؟ علاش تبرهشتوا؟ علاش وليتوا غير صغار اصاحبي؟ الناس لعبوا النهائي ومشاو، ودرك راه في اللجنه القانونيه اللي غادي تعاقبهم اشد العقوبات. ونعطيك انايا هذاك المدرب هذاك حياته صافي تدمرت. هذاك المدرب اللي دار هذاك الفيلم والسينما ب5 سنين الفوق، هذا اصلا صافي مشى.
هذه من جهه. ثاني من جهه اللعابه ادوارد ماندي حتى هو مدمرت، حتى هو طوع العامين ديك كاس العالم ما تحضر لها، وكاين لعابه بزاف شي 11 لاعب، والايام بيننا. والسنغاليين راهم يحلوا في الدوله المغربيه، تاش يحلوا في الدوله المغربيه، لانهم لو كانوا يوقفوا عليهم الفوسفات يموتوا بالمجاعه. انت يا جاي تحل فمك هنا يا صاحبي، جايين تحلوا فمك وانتم ما عارفين والو. على بالك لو كان المغرب يدير طراقه الفوسفات صافي موت المجاعه، كاع الافارقه يموتوا بالمجاعه. ولكن المغرب لا، المغرب خلاه مع خوتو، هذوك خوتو. ولكن في كره القدم الشيء اللي داروه خاصها الدوله السنغاليه هي تعاقب الاتحاد، وهي اللي تجري على الاتحاد، وهي اللي تجري على ذاك المدرب قبل ما يعطيوه العقوبه لاكاف، باش ترد الاعتبار نفسها بعدا، لانه تبهدلت هي الدوله، دخلها في مشكل هذاك المدرب ورئيس الاتحاد السنغالي هو اللي دخل السنغال في مشكل. ولكن انت كحافظ الدراجي كي تجيين زعما صاحبك تستفز بهذه الطريقه هذه. ها المغرب اصاحبي راه هرب عليكم اصاحبي، نقسم لكم بالله العلي العظيم يا حافظ انا نكون عرفتك راجل هضر على المشاكل ديال الشعب اللي راه فما، هضر على المشاكل اللي راه ديالنا، ما تقدرش تهضر على المشاكل. جيت تهضر غير على المغرب تبقى تنعس وتحلم وتبان لك المغرب. راه والله لا داو شي تهنئه، راه الملك محمد السادس الله يشافيه وما هنأهمش، الدوله المغربيه وما هنأتهمش، لانه مازال تحقيق، وكاين اوديويات وكاين كاميرات وكاين روينه. صاحبي يدخل الحمام بحال خروجه، وهذاك البوهالي ديالك جايبين مهابيل. والله القسم الا وليتو بزاوز. انا بس نتمنى من الشعب المغربي ما يمشي لهمش، ما يشوفهمش، يبلوكيهم بلوكيو لي باج ما تشوفوهمش، خليهم اصاحبي يعطيو. غادي نديروا حمله، شوف غادي نبداو السيمانه هذه ان شاء الله باذن الله، الا قدرنا الحال من نهار الحد ان شاء الله غادي نديروا حمله ونشوفوا القنوات هذه، شوف تيفي وكلشي نبداو حمله. المغاربه ما خصهمش يشوفوا القناه، يبلعوهم، بلوكيو اي قناه اي باج ديالي بلوكيو ما تشوفوها. تعرف علاش؟ باش مين ما تشوفهاش غادي يضيق له، غادي يسيب راسو يشوفوه في 1500 ما غاديش يبقى يقدر يحط على المغرب حتى شي حاجه هكا باش تبلوكيوهم اصاحبي، باش يبقاو يموتوا بالغده ديالهم. راه خاصنا نديروا هذه الحمله هذه، وحمله هذه غادي نديروها. وخليوني غير انا مني لهم نضربوا وصحاب اليوتيوبرات صحابي وكلشي ندقدقوا فيهم، لانهم هذو ما خصهمش شي عنده نتايا، ما خصكش تبرر له نتايا. واش من تسمع واحد يقول لك انا قطعت الكونيكسيون على المغرب، حنا ما عندناش كونيكسيون يا رب العالمين. واحد يبردع في الغاشي يقول لهم انا قطعت الكونيكسيون على المغرب. والمغرب انا في فرنسا كانت عندنا كونيكسيون ناقصه، في فرنسا كان عندنا مشكل كاع في العالم كاين مشكل ديال الكونيكسيون كانت ناقصه بزاف ضعيفه. ولكن هذا الانسان الناس عندها الويفي في الملعب، الويفي الناس ولات تمشي ب 5 جي، وقال لك حنا عاد نمشيو ب 3 جي 2 جيجا. يا رب العالمين. راه باش تعرفوا التبرديع اللي راه واقع، باش تعرفوا السوشيال ميديا واش راه رافده، باش تعرفوا هذا المهبول اللي يجيبوه مهابل بحال هذا اللي يهضر لك هذه الهضره، يقول لك الماتش راه غادي يتعاود بصح يتعاود مهابيل مرض السطال الخمواج راه رافده. راه خاصنا نديروا تنقيه الا بغينا البلاد تزيد لقدام تاعنا ونطوروا، خاصنا تنقيه بعد الاعلام هذا، نقيو هذا الاعلام هذا، وراس اللي فعل نقيوه هو اللي راه في قطر، هذاك اللي في قطر خاصنا نبداو به، خصو ينقي مخه ويعاود الحياه ويعاود عقليته ويشوف روحه فين راه غادي، ويشوف راسو في المرايه واش هذاك الشيء راه يديرو صحيح. صحاب له هو داك الشيء هو طالع في السماء ويدير هاك راه غادي طيح واحد طيحه في الدرجه ما غاديش تنوض. وعقل على كلامي هذا والله لا تطيح. شفت هذاك اللي حاسب راسو ديما طالع فوق الناس غادي نهار يطيح ما ينوضش. والطيحه راه جاي في كاس العالم ان شاء الله بعيد، ما تقدرش تحل فمك تجبر كاع العالم يقول لك المغرب هذا راه في النهايه ودات كاس العالم. وانت بقى قاعد تشوف هذوك الكيسان ديال افريقيا ديال الكاس تاعي شدهم وبقى تشرب بهم كاس تاعي، فهمتني؟ هذه هي الكارثه اللي غادي تصير لك ان شاء الله في كاس العالم. تبهدلتوا والله الا تبهدلتوا ترخصتوا تمرضتوا كرهنا منكم عيتونا جبر واحد مهابيل عاطينهم ميكروفونات. المرضى صاحبي المرض والله لا عيب اسيدي. في كل دوائر المغرب للمرة الثانية أعود وأقول للشعب المغربي انتظروا المفاجأة الرياضية القادمة التي سيحققها الفريق المغربي خلال الفترة القادمة بمونديال 2026. حلو، أنت كل مرة بالمونديال بتتوقعي شيء